هاي، انا حلا. والنهارده جاي اتكلم معاكم عن حاجه كلنا بنعملها في حياتنا تقريبا. عمرك سألت نفسك ليه ممكن نفضل قاعدين في مكان مش مريحنا؟ مثلا انت قاعد على كرسي مكسور، وكل ما حد يقولك غير الكرسي تقول خلاص بقى مش مشكله انا اتعودت عليه. هو ده اللي بنعمله في حياتنا بالظبط. نفضل مستحملين شغل بيسحب من طاقتنا وبيدمرنا نفسيا، او علاقه بتهلكنا نفسيا، او روتين احنا متضايقين منه ومش مبسوطين بنعمله كل يوم. ومن جواك انت دايما بتقول لنفسك انا نفسي كل ده يتغير. وهقول لكم ليه الوجع اللي احنا عارفينه وحافظينه بيبقى اسهل ان انا اخد خطوه جديده معرفش هي رايحه فين. النهارده انا مش جاي اقول لكم انتوا لازم تتغيروا ولازم تجبروا نفسكم على ده، لا خالص. جاي لكم فيديو مش هيعدي الربع ساعه بالظبط. هنحاول بهدوء كده نفهم احنا ليه بنخاف من التغيير حتى لو وضعنا الحالي مش عاجبنا، وازاي ممكن بخطوه بسيطه نكسب نفسنا ونبدا بجد. فاسمعوا الفيديو الاخر ان الكلام اللي انا هقوله ده هيفرق معاكم جدا. عارف المكان اللي انت فيه متعود عليه، اللي بنسميها منطقة الراحة، الكومفورت زون؟ ده مش مكان مريح، ده مكان بس انت متعود عليه او مألوف بالنسبة لك، مش حاجة غريبة. عقلنا شغلته انه يخليك عايش في امان مش عايش مبسوط. فاي حاجة جديدة بالنسبة لعقلك هي خطر، لكن الحاجة اللي انت متعود عليها حتى لو بتضايقك هي حاجة سيف جدا بالنسبة له، طالما حاجة مش غريبة بالنسبة له وبتعرف تتعامل معاها كل يوم عادي. فللأسف بنقع في موضوع ان احنا بنبقى رابطين الامان بتاعنا باننا نفضل واقفين في مكاننا، فبنقنع نفسنا ان قلة الانبساط اللي احنا فيها بسبب الوضع اللي مش عاجبنا اهون من ان انا اخوض تجربة جديدة مش عارفة نتيجتها ايه. والمشكلة ان كل حاجة في الدنيا بتتحرك وبتتغير، فلما نقرر ان احنا نفضل واقفين ونوقف التغيير بنحس ان احنا مطفيين او مش عايشين. خليني اكون صريحة معاكم كالعادة، واستحملوني لو الحته الجايه دي هتبقى رخمه شويه، ان احنا اتفقنا ان احنا جايين نصلح مش نطبطب ونقول كلام وخلاص. اوقات كتير احنا اللي بنرفض التغيير لان عدم التغيير بقى فيه شويه مكاسب مخفيه كده ما بنعترفش بيها قدام نفسنا. يعني ايه؟ هقول لكم يعني ايه. يعني بنقدر نعيش دور الضحيه، ودور الضحيه ده مريح. يعني لما تفضل واقف في مكانك تقول اصل انا ماليش حظ، اصل انا ظروفي صعبه، اصل الناس ظلماني، انت هنا بتعفي نفسك من اي مسؤوليه. اصل التغيير معناه انك هتشيل مسؤوليه، معناه انك هتشيل مسؤوليه حياتك بنسبه 100%. فلو حصل بعد الشر وفشلت مش هتعرف لا تلوم الناس ولا تلوم الظروف. بصراحه شيل المسؤوليه مرعب، انا مش هنكر ده. ففي ناس بتستسهل انها تقعد تشتكي وتلوم الظروف. انعكاس الاضاءه ضايقني كده اريح. فاول حاجه بتقدر تعيش دور الضحيه. تاني حاجه الناس اللي بتخاف من التقييم والنقد. طول ما انت ما حاولتش تعمل حاجه جديده محدش هيقول عليك فشلت. طول ما انت ساكت او بتجربش شغف جديد، مجال جديد، طريقه حياه جديده، انت حامي نفسك من كلام الناس ومن نقد المجتمع ومن كل حاجه ومن الحياه عامه. مستخبيين في الضلمه عشان خايفين النور يكشفنا ويخلي الناس تتكلم عننا، مع ان الصدمه ان في الحالتين الناس بتتكلم عادي. تالت حاجة بنستسهل التعب النفسي على اننا نعمل مجهود سواء بدني او حتى بتفكيرنا. التغيير بيحتاج مجهود، بيحتاج انك تقعد وتخطط وتفكر وتتعلم، بيحتاج طاقة، واحنا ساعات بتكون طاقتنا خلصانة، مجهدين، كسلانين. فبنفضل الزن النفسي والضيق اللي جوانا ده على ان احنا نعمل مجهود حقيقي يغير واقعنا. حاول تسأل نفسك دلوقتي وبصراحة ايه الحاجة اللي انت مستخبي وراها عشان ما تتغيرش؟ خايف من كلام الناس، ولا خايف تكتشف ان في حاجات هتتعلمها من اول وجديد، ولا حابب تعيش في دور الضحيه؟ فينا اكبر كلمه بنقولها لنفسنا انا هبدا اغير حياتي في الوقت المناسب، لما الظروف تتظبط، لما اخلص امتحانات، من يوم السبت، من اول الشهر، لما الصيف يخلص. قلبي مفيش حاجه اسمها الوقت المناسب اصلا. مفيش حاجه اسمها انا هبدا لما الظروف تتظبط. الحياه عامه عمرها ما كانت سهله وسلسه، وعمرها ما هتبقى متجهزه لك بالريد كاربت عشان تمشي عليه لوحدك. الحياه دايما زحمه وفيها ضغوط ومفاجآت بتجيلنا في اوقات مش متوقعينها الصراحه. استنيت الشغف يجيلك عشان تبدا مش هتبدا. لو استنيت الخوف يختفي عشان تاخد خطوه كل الفرص هتفوتك وانت قاعد مستني. السر اللي الناجحين عرفوه هو ان الشغل هو اللي بيجيب الشغف، والمواقف اللي بتحصل لك في الطريق هو ده اللي بيموت الخوف. احنا عقلنا في الحاله دي بيبقى عامل زي ايه بالظبط؟ بيبقى عامل زي الاطفال الصغيره بتخاف من الضلمه. طول ما هم باصين على الضلمه من بعيد هم خايفين من اللي فيها، لكن اول ما تتشجع وتقيد النور هتلاقي ان عادي مفيش حاجه، الموضوع سهل. انت اللي كنت مصعب الموضوع والموضوع طلع اسهل بكتير قوي من الحاجات الكتير قوي اللي رسمتها في خيالك. فاللي عايزه اقوله يا جماعه ان التاجيل والتردد بياكلوا من عمركم وطاقتكم اكتر بكتير قوي من المجهود اللي هتبذله لو قمت عملت الحاجه دي دلوقتي. يعني تخيلوا معايا مثلا الست شهور اللي فاتوا كم مره قلنا هنبدا من بكره وما بدأناش. تخيل لو كنتوا بدأتوا من 6 شهور مثلا بخطوات صغيره جدا وما تحسوش بيها، كان زمانكم فين دلوقتي؟ طيب. طيب خلاص عرفنا ان ده خوف وان احنا عقلنا بيخدعنا
واننا بنتهرب. نعمل ايه طيب عشان نخرج من الزحمه والوقعه دي؟ هقول لكم تعملوا ايه في حاجات بسيطه قوي وتقدروا تعملوها من دلوقتي بمنتهى السهوله. اول حاجه قانون المايكرو ستيبس، الخطوات الصغيره. اكبر غلطه بنعملها لما نعوز نتغير هو اننا بنقرر ان احنا نغير حياتنا كلها 180 درجه في يومين وليله. يعني تيجي تخطط كده تقول انا من النهارده هصحى الساعه 5 الفجر، هنزل ساعتين 3 جيم، واظبط اكلي، هتعلم لغه، هتعلم في مجال جديد، كلام كتير قوي بقى عايز تعمله في يومين. فطبعا عقلك بيترعب من حجم التغيير اللي بيحصل مره واحده ده، فبيعمل لك بلوك تلقائي، يعني تلاقي نفسك ما عملتش اي حاجه من كل اللي انت كتبته. فالحل هنا انك تصغر الخطوه لدرجه تخلي عقلك ما يحسش بيها ويستخف بيها. يعني مش قادر تقرا، اقرا صفحه واحده بس في اليوم. مش قادر تلعب رياضه، العب نص ساعه بس. عايزين نجمع معلومات عن مجال جديد، شوفوا فيديو مثلا مدته ما تعديش ال5 دقايق، او شوفوا 5 دقايق بس من فيديو. طب ايه لازمه الحاجات دي؟ مش هتفرق يعني. لا بالعكس، الخطوات الصغيره دي بتبني اهم حاجه عندنا، ودي اللي هتخلينا نتغير، اللي هي ايه؟ اللي هي عاده الاستمراريه. الخطوات الصغيره دي كمان بتكسر نسبه كبيره جدا من خوفك من الحاجه اللي انت بتعملها. يبقى اول حاجه خطوات صغيره. تاني حاجه واجه السيناريو اللي بيرعبك، اللي بيخليك ما تاخدش خطوه في الحاجه. الخوف بيعيش في الضلمه، فلما تخاف من التغيير هات ورقه وقلم واكتب ايه اسوأ سيناريو ممكن ان هو يحصل لو انا فشلت في الحاجه دي. اكتب الاسوأ اللي انت شايفه مرعب ده بوضوح قدامك، وهتكتشف ان 90% منه حاجه مش مميته، او حاجه ممكن اتعامل معاها عادي او اصلحها. مع عقلك يشوف حجم الخطر الحقيقي المكتوب على الورقه هتلاقي انك كنت مكبر الموضوع على الفاضي. تالت حاجه، غير لغتك مع نفسك. بدل ما تقول انا عايز اغير حياتي كلها، قول انا هجرب بس التجربه دي لمده اسبوع واشوف ايه اللي هتفرق معايا. كلمه تجربه بتقلل الضغط النفسي جدا، عشان التجربه ما فيهاش نجاح وفشل، التجربه فيها معلومات وبتعلم منها. لو ظبطت خلاص كمل، ما ظبطتش شوف المشكله فين وعدلها وغيرها. وفي النهايه عايزه اقول لكم كلمتين يمكن يفرقوا معاكم شويه. الحياه قصيره، الحياه اقصر من ان انا اضيع سنين منها وانا قاعد مستني الظروف تتحسن او خايف ابدا. لكن الحياه هتبقى طويله قدامك وتعيشها بتفاصيل حلوه كتير قوي في حاله انك استغلتها صح. الوجع اللي انت بتحس بيه النهارده وانت بتحاول تتغير وتبقى احسن وتخرج بره منطقه الامان هو وجع النمو، الجروث بين. وده انضف وارقى وجع ممكن تحس بيه. ليه بقى؟ لانه معناه انك بتتولد من جديد وبتكبر، ومش بتكبر سن، لا، بتكبر مقام واحترام في عين الناس، وهتبقى فخور بنفسك وانت بتحاول تتغير وتبقى احسن. الوجع ده علاجه نهاية الطريق اللي انت ماشي فيه. لكن الوجع اللي انت بتحس بيه وانت قاعد مكانك ومش بتتغير ومش بتتحرك، ده للاسف وجع الندم، وده الوجع الوحيد اللي ملوش علاج. ما تستنيش ان حد يجي يمسك ايدك ويغير لك حياتك وينقذك، لان ده مش هيحصل. انت المنقذ وانت صاحبة القرار وانت كل حاجة. محدش هينقذك غير نفسك خالص. بالنسبه للشغف، الشغف ده مش حاجه ملاقيها. الشغف ده الطاقه اللي هتحس بيها وانت بتتحرك وبتتغير وبتشوف انجازك بايدك. والثقه بالنفس مش دايما حاجه بنتولد بيها، ده بتبقى ساعات نتيجه طبيعيه لحاجه انت كنت خايفه تعمليها، ورغم كده قمتي وعملتيها برضو. عايزاكم بقى النهارده بعد الفيديو ده ما تنسوش الكلام، يعني ما تاخدوش من ناحيه وتطلعوه من الناحيه التانية. عايزاكم دلوقتي تقوموا وتعملوا خطوه صغيره في اي حاجه انتم مأجلينها. مثلا اكتبوا الهدف اللي انتم مأجلينه بقاله سنه مثلا، اقروا اول صفحه، اقطعوا العلاقه اللي بترهقكم نفسيا بس، فشوفوا انتوا كنتم مأجلين ايه، او مثلا في حاجه عايزين تبداوها ومكسلين تعملوها، وابداوا في اول خطوه صغيره فيها دلوقتي. فنفوق لنفسنا وافتكروا دايما ان اصغر خطوه في طريق هدفك بتبقى اقوى بكتير من اكبر نيه في دماغك لكنها من غير تنفيذ، مجرد نيه بس للتغيير، ونيه كبيره ومكسل اعملها. فخدوا خطوه صغيره بس وابداوا، ان شاء الله ربنا يوفقكم. يا جماعه يعني كل انسان يستاهل انه لما يبص في مرايه يبقى فخور بالحاجه اللي شايفها، لكن انت اللي بتختار عايز تبقى الشخص ده ولا لا. توكلوا على الله وابداوا في الحاجه اللي انتوا عايزين تبداوها، عشان مفيش وقت، مفيش وقت بجد، يعني لازم تنجزوا. وبس كده، كلامي خلص لحد هنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه وساب اثر كده في قلبكم. ابداوا يا جماعه في الحاجه اللي انتوا عايزين تبداوها، وان شاء الله تنجحوا فيها وربنا يوفقكم باذن الله. وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الفيديو، عشان بجد لما الاقي ان الفيديو عجبكم ده بيفرحني جدا. لو عجبتكم نوعيه الفيديوهات دي قولوا لي، واعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات الجديده. ان شاء الله فيديوهات جديده عاملاها لكم حلوه جدا. بس خلاص كده، بحبكم، باي باي.